السلامة. ماما علشان خاطري بقى ريحيني شوية وارتاحي. اخصى عليكي يا فاطمة، يعني مش عايزاني اقعد معاكي وانتي تعبانة؟ ماما وانا تعبانة انتي مش هتقدري تخدميني يا حبيبتي وانا تعبانة. لا هقعد معاكي. لو هتقعدي معايا تقعدي على طول، مفيش مروح البيت التاني خالص. لا انا اقعد معاكي لحد ما تبقي كويسة بس، وبعد كده على بيتي. انا ما سيبش بيتي ابدا، وهسيب عيشة لمين؟ كام يا شروق؟ 400. طنط عشان خاطر ريحيها وانا هخلي بالي منها، ما انا ساكنه فوقيها على طول. هو انا مت يا ولاد؟ بقى يبقى ابنها سايب لها البيت وانا كمان ما اقعدش معاها؟ ده عيب حتى. والله انتوا اللي هتموتوني، اذا كنت انتي ولا هو يا ام هتموتوني. خلاص بقى يا فاطمه، ما تعمليش كده في نفسك، خلي سكرك ينزل شويه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبي؟ عشان خاطري يا حبيبي وصل ماما لان انا مش هقدر اوصلها. حاضر. كده يا فاطمة؟ حاضر، بس أنا زعلانة قوي، وكل يوم هجيلك الصبح. بكرة من نجمة هتلاقيني أنا وعيشة عندي. ماشي يا ماما، اهلا وسهلا حبيبتي بيكي. حبيبتي معتز هيرجع، هتشوفي هيرجع. هتصبحي الصبح تلاقيه نايم في أوضته، وهتشوفي ده أنت أمه، حد يستغنى عن أمه؟ استغنى. ما تقوليش كده يا حبيبتي. يلا يا احمد خد وصلها عشان ما تتاخروش، وبعدين لما توصل لازم تسمع الترباس بيتقفل من جوه، وانتي تكلميني في التليفون اول ما توصلي. متقلقيش يا طنط. بقول لك ايه، ممكن تشربي الليمون ده؟ ممكن؟ مش قادره حبيبتي والنبي ما انا قادره. فاطمه اكلم معتز؟ اوعي تكلميني، هو لازم يحس بغلطته ويرجع تاني. هو انا ايه هشحته؟ خلاص هدي نفسك، هدي نفسك. ايوه بس انت كان لازم تقول لي. ما انا كنت عارف ان انا لو قلت لك كنت ايه ده شروق؟ ايه اللي جابك هنا؟ بدور على معتز، اصلي كلمته كتير ما بيردش عليا. لا هو ما جاش النهارده الكليه، بس انا هشوفه بعد كده في النادي. تحبي تيجي معايا؟ يا ريت. انت اكيد عرفت اللي حصل بينه وبين طنط فاطمه، وهي تعبانه من ساعتها. لا خلاص يبقى يلا بينا على طول. يلا. طب انا لازم اروح الحق السكشن بتاعي. مبسوطه اني شفتك، فاكلمني. اكيد. انت عارف ان طنط فاطمه ملهاش غيره، هو لازم يفهم كده كويس. هو معتز صعب، يعني الناس لازم تتعامل معاه بطريقه معينه. انت هتقول لي انا بنت عمتي تقريبا متربيه معاه، اوقات كتير بحس ان انا مش فاهماه. طب يبقى انت عارفه ان هو كتوم. مش كتوم بس، ده جواه حاجه بتبني، ممكن تنفجر فينا في اي وقت. يعني هو خلقه ضيق ومجنون حبتين، وعصبيته دي هتدخله في مشاكل قد كده، بس هو قلب ابيض وطيب. انت هتقول لي اكيد. انت يا ابني في ايه؟ جت تدور عليك في الكليه، قابلتني صدفه فجبتها وجيت. عايزه ايه؟ انت ليه ما بتردش على التليفون؟ شروق انت اللي جايه تكلميني في موضوع ماما، انا مش عاوز اتكلم في الموضوع ده. على فكره طنط تعبانه قوي. تعبانه ازاي؟ تعبانه العادي يعني؟ لا مش العادي، السكر عالي عليها قوي. ما هو ده العادي. لا مش العادي يا معتز، ما عرفتش تروح الشغل. خليها تستريح في البيت يومين وهي هتبقى كويسه. انت مالك بقى قلبك جامد كده؟ يا ابني ما تتصل بيها تطمن على صحتها وخلاص. يا جماعه انتوا مش فاهمين امي، انا فاهمها كويس. انا لو كلمتها في الظروف اللي احنا فيها دي هتسمعني الكلمتين ما لهمش اي لازمه. سيبونا كده، انا اهدى وهي تهدى وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يعني انت ولا ناوي ترجع البيت ولا حتى تكلمها؟ شروق انت مش فاهمه حاجه، اطلعي بره الموضوع ده. بقى كده يا معتز؟ يوه انا غلطان اني جيت لك اساسا. استني يا شروق، استني يا شروق. معتز صدقيني مش قصده، هو بس محتاج يهدى شويه وانا هتكلم معاه بعدين. انا عارفه انه ما يقصدش. يلا سلام. طب مش عايزاني اوصلك حته؟ ميرسي يا ايمن، انا هرجع الكليه. سلام. سلام. الله يخرب بيتك يا شيخ، انت قد ما عندكش ريحه الدم. انت مالك يا انت مالك يا على فكرة احنا مواعيدنا مظبوطة 100 100،
خلال اسبوع هيفوت عليكم المحامي بتاعنا، تكون العقود جاهزه ونحدد ميعاد للتوقيع. طب يا ريت قبل التوقيع المحامي بتاعكم يبعت لنا العقود بالفاكس عشان لو حبينا نزود بند او نحذف بند كده يعني. اكيد طبعا. الظاهر الدكتور معتز قلقان. لا مش قلقان ولا حاجه، هو موسوس. بتهيألي ده طبيعي في شغلنا يعني. المهم فكروا في السعر اللي احنا اتكلمنا فيه. عموما هنعرض الموضوع على باقي المساهمين وان شاء الله مش هنختلف. اتفقنا. شرفتوا يا جماعه، شرفتونا. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. على فكره احنا لسه ما نعرفش اي حاجه عن الشركه دي. انا هطلب من فاروق يدور وراهم ويشوف وضعهم المالي ايه. وماله، ما عنديش مانع، ولو اني متاكد ان وراهم حد من الخليج وجامد قوي. على فكره انا عايز معتز هو اللي يبقى مسؤول عن الصفقه دي كلها من اولها لاخرها. انا؟ ايوه اللي فيها دي. عايزك تبقى مسؤول عن كل حاجه، ايدك في كل حاجه، تفهم العقود، كل حاجه فيها ايه اللي فيه، يعني واحنا عارف كده ولا كده مراعيينك يعني عيننا عليك. يعني اسيبه يتابع مع فاروق؟ لا 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 لا، فاروق ده تخليه معاك انت. انا عايز هو يبقى العقود اللي مع المحامي، التفاصيل يعني كل التفاصيل حتى بتاع الشحنه يبقى هو فيه. انا عايز ايدك تبقى في الموضوع خطوه بخطوه. طب عايز مني حاجه؟ لا يا حبيبي رحمتك. طب انا همشي على كده. لا تعالى عاوزك. قول لي عامل ايه في الكليه؟ تمام شغال. المفروض امتحانات الرمض هتبدا الشهر الجاي فنشغل بس فيها شويه، بس ما تقلقش هبقى متابع الشغل ما تقلقش. ازاي تبقى سايب البيت وما تقوليش؟ انت مين قال لك بس؟ لا يا عم كمال طبعا مفيش، كنت محتاج يومين ابعد شويه. ولا فاطمه طردتك عشان موضوع العربيه؟ ماما؟ لا ماما ملهاش دعوه، انا بس كنت مخنوق. مخنوق؟ الموضوع لو سهل كده مش ممكن ماما هتسيبك. في ايه؟ ايه يا بابا؟ ايه يا بابا؟ عايزني اقول لك ان احنا متخانقين عشان تتبسط؟ يعني مفيش حاجه يعني اطمن؟ لا مفيش حاجه، انا زي ما قلت لك بس مخنوق شويه. طيب ما بدل ما تبات في المكتب ابات في بيت ابوك؟ يا بابا انا عمري ما دخلت بيتك ده، هاجي ابات فيه دلوقتي؟ ومين السابق؟ انا اللي منعتك؟ انا اتحايلت عليك من 10 سنين وانت اللي فضلت تروح تقعد عندهم. لازمته ايه بقى الكلام ده دلوقتي؟ ده كلام قديم قوي. انا هبقى مستريح اكتر في المكتب. مستريح اكتر عن بيت ابوك؟ يا بابا سيبني براحتي من فضلك، ثم ده موضوع مؤقت، انا شويه هرجع البيت تاني. ايوه يا جميل. نعم. ايه يا عادل؟ هو انا اللي لازم اكلمك؟ مش تتابع معايا؟ ايوه كلني بقى بالكلام بتاعك ده. ماشي. بقولك ايه، الفاكس بتاع ابو ظبي لسه واصلني دلوقتي. الشحنه هتوصل في مينا اسكندريه بعد اسبوع. طيب خلاص ابعتهولك ميل. ماشي يا عدول. اوكي ابقى تابع بقى معايا. يلا باي باي. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ايه الاخبار؟ سلمت الاجازه في المستشفى وشغلناها وكله تمام. طيب ودي المخلصات زي الفل. سيادتك عارفه الدكتور ناجي حجازي؟ سمعت انه في المستشفى ان عرض المعمل بتاعه للبيع. لا والله انا فعلا كنت سامعه ان المعمل مش شغال خالص. اصلا مش مركز فيه ومسافر على طول. خساره معمل زي ده موقعه تحفه وكبير. ما تعرفش هو عرضه على كام؟ لا مش عارف. سيادتك انا همشي، تمريني باي حاجه؟ لا شكرا، ابقى عدي على الحسابات. ها بقولك ايه، عايزه نمره الدكتور ناجي حجازي.